اهلين حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ها ورايح رمضان وراه جاينا العيد، تم حسينا لوش كامل. نتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو طويل تاع مقروط اللوز، جيت نفهمكم كلش ونعطي لكم كامل وش نعرف وكاع الاسرار باش يخرج لكم معسل ويخرج لكم بنين وطري، والطراوه تاعو تدوم معاكم بزاف، يعني مده طويله راح يقعد لكم طري. حتى التسكار تاعو حبيباتي ماهوش رايح كامل يجيكم يابس، ما تخافوش كامل حين نديرو كلش الونسيان، ما كان حتى عفسه جديده ولا كاش ما استيوس هكايا حندخلها فيه. المهم البنات عندي 500 غرام، حندير لكم كميه تاع 500 غرام تاع اللوز لازم ترحيوه بودره، يكون بلا قشور، ترحيوه بودره. اذا ما درتيهش في الدار تقدري تشريه واجد من عند الحانوت كيما درت انا. ال 500 غرام هذيك نحيت منها 100 غرام، زدتها مع السكر، درتها مع السكر في الروبو. السكر عندي 250 غرام، يعني كل كمية تاع اللوز يقابلها نص الكمية تاعها سكر حبيبات. فهمتوني البنات؟ دوكا هذيك 100 غرام هاي اللي كرحيتها مليح مليح مع هذاك السكر 250. علاش؟ باش ما يجيناش يغزغز، باش مقروط اللوز تاعنا يجينا معسل الله الله عليه وما يجيش يغزغز هذاك السكر. يا يما شحال نكرهوه هكاك. هنايا جبت الغيسيبيون تاعي، رميت فيه اللوز تاعي هذاك اللي ما رحيتوش ديجا، هو بودره شريته واجد كيما قلت لكم. حطيت هذيك 400 غرام وزدت عليها هذاك السكر واللوز اللي رحيتهم، وجبت دوكا 3 حبات كبار تاع القارص هذاك الصفر، كنت سكرفجتو. شوفوا الوصفه هذه تموت على القارص، قد ما ديروا القارص قد ما يجيكم بنين. ومغرفه صغيره تاع الفانيلا، اللي حبت تتخلى على الفانيلا تتخلى، بصح يجي بزاف بنين والله البنات يجي هايل. وجبت هنايا الزبده دايبه، هنا الزبده دايبه وبارده، درت 5 مغارف كبار تاع الزبده في كل 100 غرام تاع اللوز. انا نحط مغرفه كبيره تاع الزبده دايبه، فهمتوني؟ من بعد خلطهم مليح مليح مع بعضاهم. وجبت هنا حبه تاع بيض كامله، نبدا بحبه بيض، نحط حبه بيض تاعي كومبلين، هنايا الحجم متوسط لي عندي. نبدا نعجن ونضغط، هنا لازم تضغطوا باش تعرفوا شحال راهو خاصكم البيض. فوالا نعجن ونضغط مليح مليح. من بعد شوفوا ما تلايمتش كامل، زدت صافار، هنايا نديروا حبه بحبه، حبه اونتي حبه صافار، فهمتوا؟ بديت هنايا نعجن ندخل في هذاك الصفار، مازالها ناشفه هنايا بزافه. فواش درت البنات؟ زدت لها حبه كامله باسكو على بالي بلي تحتاجها. نتوما اذا شتوها بلي ما كانتش ناشفه لهذه الدرجه، ضربوا الحبه تاع البيض تاعكم، بداو تضيفوا فيها بشويه، فهمتوا؟ هذه الاخرانيه ضيفوها بشويه وشوفوا. ليسونسيال رايحين تتحصلوا على عجينه تكون شاده روحها، با دامون تكون شاده روحها، ما تكونش طريه مرخوفه وما تكونش هذيك اليابسه بزاف بزاف، لازم يتعسل كومام. شوفوا البنات كيفاش جاني. هنايا البنات واش درت؟ حبطته على سطح العامل وبديت ندلك في هذاك اللوز مع هذاك السكر، علاه باش يتعسل لي مليح مليح ويدوب، نتاكد باللي كلش داب مع بعضه. شوفوا كيفاش راني بالطرف تاع اليدين، يعني بالحافه تاع الايد دلكتو مليح مليح هذاك اللوز فوق الطابله حوالي 5 دقائق وانا ندلك فيه. شوفوا كيفاش العجينه ولات طريه وهايله مانيا بلا يحك ما روحك. وشتو كيفاه راهي؟ هذه يعني خطوة مهمة وبين الأسرار اللي حين يخليوه يجي لداخل معسل ويجي بنين. البنات هنا غطيته بالساشي كيما كنت تشوفوا، غلفتو مليح مليح. من بعد واش درت لها؟ انا خدمتها معاه في الليل كشغل، حطيتها في الفريجيدر وخليتها ليله كامله في الفريجيدر. غدوه من داك جبتها قسمتها على نص وبديت نخدم. اول حاجه ديروها سطح العمل تاعكم ترشوه بشويه تاع المايزينا، خاطر هاي صامطه تاع معسله صافي رايحه تلصق لكم في الطابله ولا في البوطاجي. صافي هاني بديت هنايا. هذه ماما اللي كانت تدور فيه تدير له في الحرابش هادوما. شوفوا كيفاش هاي دير في الحربوش، ماشي بصبعتيكم، ايفيتيو صبعتين باش تجي الحبه واقفه وتجي شابه، ما يجوش فيها صبعتين. شوفوا كيفاه هنايا كيما تحبوا ديروه خشين، حبيتوا ديروه عالي بزاف كيما تحبوا، حنا درناه موايا. من بعد زاد ترشت من فوق هذيك المايزينا كيما راكم تشوفوا، يسقماتو مليح مليح، ماشي جهه رقيقه جهه خشينه. من بعد ولات تحسب قيس 2 دوا. تحبوا تقيسوا بمقروطه الاولانيه اللي درتوها، بداو تمشوها مع الحربوش تاعكم وقطعوا على حسابها. واذا حبيتوا حسبوا قيس 2 دوا. شوفوا كش ماما راهي دير. فوالا البنات من بعد بيان سور تبدا تسقم فيهم هكايا، تدورهم هكايا ساير داير باش يتبومباو يجوا شابين من الفوقه، تجي لا فورم تاعهم هايله. شوفوا كيفاه هنا وريتها لكم فوق لا كوبات هاديه.
البنات هنايا نروحو نحطوهم ديريكتومون بعد ما نكملو كامل الكميه، رايحه تجيب لكم 22 حتى 24 حبه، صا ديبون نتوما الحجم اللي ديروه. روحوا حطوها في سنيوه كنتو حطيتو عليها ورق الطهي من الاحسن، ورشوه غير بشويه تاع المايزينا هكا باش نتاكدوا باللي ما يتحرق لنا ما والو. ندخلوه يطيب على 160 درجه غير من تحت، غير بالصفوريه ما تغفلوش عليه. من بعد نزيد له شويه من الفوق واحد 2 مينوت. ليسونسيال المده تاع الطياب تاعو ما ديباسيش 13 دقيقه، من 10 ل 13 دقيقه ب 160 درجه هكا البنات. بالكم ديباسيوهمش، لازم ينشف برك ما فيه والو، فيه غير البيض. شوفوا البنات كيفاش راهم الله الله واقفين، وحده قدام وحده مستفين. دوكا هاني طيبتهم، شوفوا كيفاش كي طيبتهم، راني كملتهم هنايا جاوني كامل في سنيوه وحده، يعني مانيش حايبه نقص لكم كامل من الفيديو. هنايا البنات دوك نوري لكم الحبه كيفاش جاتني، شويه صفرا زياده من تحت شويه حميمره، مي بصح عادي ليسونسيال ما تكونش حمراء بزاف. كاين حبيبات الاخرين اللي ما حمروليش هكايا، جايين شغل بعاد شويه على النار، الفرنو تاعي شويه مهبول. دوكا ندوزو للمرحله الثانيه اللي تانيك مهمه بزاف البنات. بعد ما طيبوهم خلوهم حتى وين يبردوا مليح مليح هذوك المقروطات تاوعكم، من بعد غطوهم في علبه بلاستيكيه ولا خلوهم يريحوا ليله كامله، ولا على الاقل 6 ولا 8 سوايع باش يشدوا روحتيهم ويحكموا روحتيهم، باسكو الحبه راهي بزاف طريه وش نقول لكم عليها روعه. المهم البنات نجوزو دوكا للشربات تاعنا. واش تحتاجوا هذه الشربات تاعكم، وبلاصه وين تقطروها وبلاصه وين تسكروها. هذاك الليان الكبير رايحه نغربل فيه السكر، سكر كلاص انا خدات لي ميم با كيلو. المهم البنات واش نديرو؟ اولا الشربات كيفاش نطيبوها؟ نسحقوا كاس معمر تاع السكر، نزيدوا معاه 2 كيسان معمرين تاع الماء، نزيدوا معاهم طرونشه تاع القارص، هادوما كامل في كاسرونه، نحطوهم يسخنوا مليح حتى وين يبداو يغلو. هما يبداو يغلو نبداو نحسبوا حنا 10 دقائق. كي يجوزوا هذوك ال10 دقائق تشوفوه بدا يعقد، ما يوليش سيرو بزاف يعني ثقيل، تشوفوه خلاص بليك بدا يعقد، تنحيلو هذيك الطرونشه تاع القارص. من بعد تزيدي له فنجان صغير تاع الماء زهر وتخلطي، من بعد خليه حتى وين يبرد باش تروحي باش تغطسي فيه هذوك المقروطات تاعك وتصفيهم بيان سور. من بعداتك واش ديري؟ اذا كانوا بزاف مشمخين رايحين من بعد كي تسكريهم حين يتنداو لك تمتم يولوا يبانوا، فواش ديري كيما دير ماما في الاسويتو، في هذا لو بابي حطي الحبه تاعك وضغطي عليها غير شويه، باش اذا كانت بزاف شاربه نتوما يعني دخلوهم وخرجوهم، بصح اذا كانت بزاف شاربه حين تنقصوا هكا باش ما تجيش هذيك الطبقه تاع السكر هذيك اللي دير اللي تجي يابسه، تقعد يومين ولا 3 ايام تولي يابسه، فهمتوني؟ ما يجيش هكا غير تمسيه هذاك السكر يطيح كيما تاع الطليه، فهمتوا؟ هنايا البنات واش نديروا؟ غربلت السكر وحطيت الحبات تاوعي وزدت غربلت فوقهم هذايا السكر كلاص. من بعد دفنتهم ماما، دفنتهم تحت السكر وخلاتهم واحد 15 مينوت هكاك، وعاودت ولات ليهم. نتوما خدموا كميه كبيره، حنا كنا نخدموا غير بالعقل غير باش تشوفوا في الكاميرا، سينوني جبت لي نقدو قد الخلا. شوفوا هنا من بعداتي كيفاش بدات تسكر فيهم، تحط فوق يدها تنقص الزائد، من بعد تولي تضغط باش يلصق هذاك السكر. كيما تقدروا ديروا هذيك ديروا هذيك الخلطه تاع الغيره هذيك اللي تزيدوا له الفارينه، بصح انا ما نحبوش هكاك خاطش نحسوا بلي تجي طبقه غليظه بزاف تاع السكر، وتانيك تجي يابسه يولي حجره مع الوقت هذاك اللي يخدموه بالفارينه. فحبيت هاد الخطا نعطيكم كلش يعني الونسيان. من بعد البنات قبل ما نحطوا في لي كيسات هذوك واش درت؟ بديت نحط في الطبسي ب3 هكا ولا ب4 وندير فوقهم سكر كلاص باش يبانوا هكايا، شوفوا كيفاه يبانوا شابين متحوفين يهبلوا. من بعد نحطهم في هذوك لي كيسات والصاله عنبي، هذا هو مقروط اللوز وشفيه باش يجيكم معسل وكامل. وديجا راني مصوراته وحنوري لكم في الانستغرام من بعد سمانه كيفاش قعد هكاك طري، احتفظت لكم بزوج حبات باش نعطي لكم الدليل. هذه هي البنات، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. اي سؤال سالوني عادي، اي حاجه نسيتها سمحوا لي عليها، سقسوني برك، ونتلاقاو في وصفات اخرى باذن الله. ومن دوكا نقول لكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير.